من أهم المواضيع اللي خربت بيت ناس كتير واللي ما زالت بتخرب بيت ناس كتير أوي، ألا وهي دكتور هيئة الآثار وجهاز هيئة الآثار. تعال نفهم اللعبة هنا ماشية إزاي، ومين بيدعي الموضوع ده، وإيه مصلحته، وهل موجود دكتور هيئة الآثار فعلا وجهاز هيئة الآثار ولا لأ. على فكرة إحنا بنشوف الهيئة كانت شغالة جنبنا على فكرة، معاهم أجهزة وأنا شُفت أجهزة. هاقول لك أجهزة إيه دلوقتي، تعالَ بس عشان أقول لك إيه في الأول، وإيه الأجهزة اللي بتبقى معاهم ده حرفيًا بتستخدم في إيه. طبعًا أنت حضرت معايا الفيديو اللي فات أو الفيديوهات اللي فاتت والبثات اللي فاتت، قُلت لك كانوا بيعملوا حفاير الهيئة بتعمل حاجة اسمها شطرنج المربعات. طب لو مش فاكر فيديو كشف المقابر، واللي سمع وعرف الفيديو ده، في حاجة اسمها المساح الأثري، وهو عشان يعمل رسمة الشطرنج المربعات اللي أنا قُلت لك عليها دي، بتنزل بمقاسات معينة وشكل معين، فلازم تتطبق على أرض الواقع بنفس المقاسات ونفس النقط ونفس الكلام ده. تعالى بقى يا أبو تيشيرت أبيض، اللي أنت قلت إن الهيئة كانت شغالة جنب بيتنا وأنا شفت معاهم أجهزة، فعلا معاهم أجهزة، بس الأجهزة ده يا صديقي اسمها توتال ستيشن أو GPS، ودي يا ابن عمي مهمتها رفع أو تنزيل نقط المساحة. تستخدم في الطرق، تستخدم في مقياس الأراضي الزراعية، تستخدم في الخرسانات، في الخوازيق، في أي شيء دلوقتي. الكلام ده بينزل بمسارات ونقط معينة، وبيشتغل بحاجة اسمها توتال ستيشن أو GPS. اللي بيقعد على قاعدة ده واللي تلاقيه واقف كده لونه أصفر وأزرق أيوه هو ده يا عم حاج. وتلاقي ليه بتاع طالعة من فوق كده طويلة، صح؟ ودي أنت فاكرها بقى ده متصلة بالقمر، هو متصل بالقمر الصناعي بس عشان خاطر مش يكشف تحت الأرض، ده عشان خاطر يقيس المساحة ويحط نقط ويديله إحداثيات في النقطة والكلام ده كله. ففعلا أنت بتشوف الأجهزة مع هيئة الآثار في أول شهر ليهم، أول ما بيبدأوا ينزلوا يخططوا للمنطقة. هقولها لك بالبلد أهو، الأجهزة اللي أنت شفتها هي اللي بتلاقيها مع الناس بتوع الطرق، اللي بيرصفوا الطرق. طبعا الطرق معروفة ومشهورة يعني هو ده ما بيزمرش يقول له في تحت آثار، ولا بيزمر يقول لا والله ما حصل، ولا بيزمر ولا بيصفر حتى، ويبدأ يحط النقط دي عشان يقسمها لمربعات أو مستطيلات عشان يبدأ فيها عمل الحفاير. ده مهمة الجهاز اللي انتوا بتشوفوه مع هيئة الآثار. ازاي ملوش علاقة؟ ده أنا جاري جايب جهاز الهيئة، والجهاز جاي له بعربية نمر سودا وبودي جاردات، والجهاز جه خد لقطة وقال له انت عندك آثار والهيئة هتيجي تفتح. انت والله مية مية، وهو ده اللي بيحصل. ما هي دي السبوبة يا ابن عم. سبوبة ازاي بقى؟ هقول لك انا سبوبة ازاي. ما هو انت نصباتك دي هتخلص، مثلا انت دافع مليون جنيه زي ما بيقولوا لك، وفي ناس دفعت ملايين. تدفع مليون جنيه لجهاز الهيئة، انا لو طلعت 300 الف جنيه من المليون عشان اسبق عليك المصلحة، مع انها مش هصرف 300 الف، هجيب 3 4 بودي جارد، الواحد فيهم بياخد 5000 جنيه في الليلة، يعني دي كده 20. واي جهاز تعبان من اي حته ده لو ما كانش هو معاهم ايجاره 10000 جنيه، ده كده 30000 جنيه. هجيب عربيه 48 ساعه، اعلى عربيه تعمل كام؟ 20000 جنيه ايجار يومي. مع انها مش هتعمل، لا خليها تعمل. هصرف 50000 جنيه ايجار يوم عربيه، لوح خضراء وروح صفراء وروح حمراء، واللي هو يجي يقول لك انا معايا دكتور، والدكتور ده تابع لجهه او تابع لهيئه الاثار. ماشي، الدكتور ده بينزل بالجهاز بتاع الهيئه ده على اساس ان هو اصلا في جهاز، يعني ان في دكتور، لسه دور الدكتور جاي. الجهاز بيجي ياخد لقطة، بتدفع الأول أنت تمن الجهاز اللي هو مليون جنيه، والجهاز بيتحرك بياخد لقطة، قال لك عندك آثار، بنرجع لك المليون جنيه، وهتيجي هيئة الآثار تشتري وتفتح وتقفل وتبيع ويخش الجهاز تعبان اللي هم جايبينه من أي حتة، ياخد اللقطة، مبروك عندك آثار. وطبعا الجهاز ده ما بيقعدش 3 4 5 ثواني، فاهم انت؟ على اساس بقى انه الهيئه او هيكتشفوا مسارنا واحنا قافلين القمر الصناعي عشان ما يعرفوش احنا رايحين فين وجايين منين، والفيلم اللي بيتحكى لكم ده. الرد عندك او ما عندكش ده راجع لحالتك الماديه يا ابو الصحاب. يعني لو كان انت حيلتك المليون جنيه، او كنت اتصرفت في اي حاجه بعتها عشان عشان تجمع المليون جنيه، بيجي يقول لك مفيش حاجه، او منهوبه. جهاز الهيئه انت تعرف اكتر من جهاز الهيئه، او يقول لك والله انت ما عندكش اثار، المنطقه مش منطقه اثريه. طب افرض يا ريس قال لي ان انا عندي اثار، ما انا قلت لك راجع لحالتك الماديه. يعني انت لسه في كمان معاك مليمين هتصرفهم في الحفر، واللي هو بقى انا هاجي لك. خلاص بقى الجهاز راح الهيئه عشان ما ننكشفش. طب احنا مستنيين الهيئه يروح يجيب 2 مسجلين من اي حته ويلبسهم ويقول لك دول دكاتره هيئه. هيفضل بقى مين
دكتور الآثار والجروب بتاعه. دكتور الآثار بقى بيشتغل بخنزيرة، وفي مواد لازم يجيبها الدكتور. طبعًا أقل حَكّة في موضوع المواد دي بتاع 300، 400 ألف جنيه والكلام ده. يعني الفقير خالص اللي ما صرفش حاجة في موضوع المواد ده، صرف له 100,000 جنيه، يقول لك كده أنا كده ما صرفتش حاجة وما عملتش حاجة والحمد لله إن هي جات على نصابة 100,000 جنيه. ويبدأوا بقى يدخّلوك في حوارات حقن وغاطس وغواطس وما أعرفش إيه، وسبوبة داخلة بقى لها تقعد كام شهر تصرف علينا. إحنا خلاص خدنا المبلغ اللي إحنا عايزينه، إحنا بقى عايزين إيه، حاجة تعدّينا لآخر الشهر والّا آخر الشهرين اللي جايين دُولة عشان إيه الحالة المادية. زي أنت بتقول أي حاجة، طب دليل أهو. هو أنت مش جِبت هيئة الآثار، قصدي جهاز هيئة الآثار زي أنت ما بتقول، ودفعت ال1.000.000 جنيه، وجِه قال لك مبروك يا حاج خلّي الحاجة اتزرعت عندنا آثار، وقال لك كلّها يومين والهيئة تيجي تفتح. طب ورحمة ستّك بقى لك كام سَنة منتظر الهيئة تفتح؟ طب عرفت إن أنت اتنصب عليك بعد هم مشوا بكام يوم، دليل إن لا في جهاز هيئة ولا اللي جالك دول تبع هيئة آثار، ولا أنت عندك كنز هم هييجوا يطلّعوه، لإن لحد تاريخ الساعة بقى لك شهور أو داخل في سَنة وأكتر لسه منتظر هيئة الآثار تيجي تطلّع لك زي هم ما قالوا لك. طب بالاختصار، الأجهزة سواء إن كان بتاع هيئة أو غير هيئة، كُلّه هنا بَلَح. اللعبة على المبلغ اللي حضرتك بياخده منّك. ما هو أصل هو جِه ما خدش، يعني مش كُلّه بيعمل لك الفخّة في الأول، يعمل لك الفخ في الأول وينتش ويجري، ده اللي هو لسه داخل الشغلانة جديد وجايب الجهاز جديد وهو كل اللي عايزه المبلغ اللي طلبه وياخد بعضه ويطلع يجري. الناس القديمة في الشغلانة دي عارفة إمتى تحضّر لك الفخ، وده برضه راجع لحالتك المادية، لاقتناعك بالخرافات اللي أنت عايش فيها دي. كلامي هنا عن أرض مصر، طبيعة أرض مصر، ما ليش علاقة بالدول العربية، ما ليش العلاقة برّه حدود جمهورية مصر العربية. طب لمّا هو في أجهزة تقدر تكشف المقابر اللي تحت الأرض، ما استخدمتهاش ليه إن هي تجيب الأنفاق اللي تحت؟ طب هو لو صحيح وحقيقي، أنا هاجيب لك بقى حاجة من عوامل البشر وحديثة من 100 سنة والّا 200 سنة، كبرها من 100 سنة، الأنفاق دي كبرها من 100 سنة. بلاش نروح للقدماء والأفلام دي. هو لو الأجهزة دي حقيقية وبتجيب الفراغات وبتجيب السراديب اللي تحت، ويقعد يقول لك في سرداب أهو وسرداب شمال وسرداب يمين وغرفة وبير والفيلم التعبان ده، وقال كمان بيعرفك حدوده وعرضه وارتفاعه وشكله ولونه، يا سلام الله أكبر. الناس دي ما استخدمتش ليه عشان توصل للأنفاق لو في فعلا حاجة زي كده؟ وطبعا يا صديقي كلها سبوبة ودايرة وانت الضحية فيها، واللي هو غرضها استنزافك من الفلوس لا أكتر ولا أقل. هذا الموضوع غير قانوني يا صديقي، استخدامك للجهاز سواء للهيئة أو غيره هو غير قانوني، والبحث والتنقيب عن الآثار هو غير قانوني برضه. أنا أحمد سفاري ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول.